الناس دايما بتقول ان الوسيمين والممثلين الامامير دول ما بيعرفوش يمثلوا، بس هل ده حقيقي؟ هنري كافيل يمكن من اكتر الممثلين اللي اتاثروا بشكلهم من اول ظهور ليه في دور سوبرمان. الناس شافته على انه الممثل الكلاسيكي الوسيم جدا، لكن الشكل ده ساعات بيكون سلاح ذو حدين برضه، لان في بعض الاوقات الجمهور والمخرجين بيشوفوه مناسب لادوار معينه بس، وده ممكن يخليه ما يعرفش يقدم شخصيات مختلفه خالص. ومع كده هنري كافيل بيحاول يخرج من القالب ده، زي ما عمل في مسلسل ذا ويتشر مثلا، اللي قدر يورينا جانب مختلف تماما من شخصيته كممثل. بس هو الوقت كبر بقى وعجز خالص ومش هيعرف يعمل حاجه، مش عارف اصلا هيكمل ازاي، بس واضح انه مش ناوي يعتمد على الشكل بس يعني. وهنري كافيل اكتر واحد عمل دور سوبرمان بطريقه جامده جدا جدا، يعني احسن من المعاق اللي كان عامله ده. مورينا كده الراجل الجامد الفاجر اللي لا يهاب الاشرار خالص، راجل فشيخ يعني. ده كده ده سوبرمان، مش راين جوسلينج مثال تاني برضه الممثل اللي الناس بتشوف فيه وسامه كده، عيل امور كده وعسول، لكن في نفس الوقت بيقدم اداء مختلف جدا عن الصوره النمطيه لاي ممثل في الدنيا. هو مش بيتكلم كتير في افلامه ومش بيعتمد على الجاذبيه الشكليه بس يعني، لكن عنده اسلوب تمثيل كده بيعتمد على النظرات بقى والصمت وردود الفعل الهاديه جدا جدا. في افلام زي درايف مثلا ولا بليد رانر ما بيتكلمش فيهم خالص تقريبا، يعني عمري ما شفته بيتكلم، يخلي الجمهور يحس ان الشخصيه اللي بيقدمها عميقه ومليانه مشاعر حتى من غير كلام خالص. وده اللي خلى ناس كتير جدا تعتبره ممثل عنده كاريزما من نوع مختلف، كاريزما مبنيه بقى على الهدوء مش على الاستعراض والحاجات دي خالص. براد بيت في بدايته كان بيتصنف انه الولد الوسيم جدا الجميل اللي مقطع كل البنات، وبيقف قدام مدرسه الاعداديه بتاعه البنات كده بالمكنه بتاعته. كل الناس كانت بتتكلم عن شكله قبل ما تتكلم عن تمثيله وكده، لكن مع الوقت قدر يثبت انه مش بس مجرد ممثل عشان شكله حلو بس. يعني مثلا ادواره في افلام زي 7 او فايت كلاب او وانس اوبن ا تايم ان هوليوود، الافلام دي بتوضح ان الراجل ده اختار طريق مختلف تماما بدل ما يفضل يعتمد على شكله بس. بدأ يشتغل على تفاصيل كتير جدا في شخصيته وطريقة الكلام وحتى جسمه. براد بيت قدر يعمل حاجة مش سهلة خالص، انه يحافظ على وسامته كجزء من صورته، لكن يخلي الجمهور برضه يحترمه كممثل حقيقي. وده يمكن السبب ان اسمه لسه موجود لحد دلوقتي والناس بتستنى كل افلامه حرفيا. توم كروز واحد من اكتر الممثلين شهرة في العالم عامة، وبالنسبة لناس كتير جدا هو الوش الرسمي للوسيم في هوليوود حرفيا. بس وسيم بقى ورياضي وعنده حضور قوي جدا وكاريزما وكل الحاجات الجميلة دي، لكن رغم كل ده توم كروز طول عمره كان بيسمع انتقادات كتير جدا عشان الناس شايفة ان هو ممثل وسيم بس ومبيعرفش يمثل وبيعتمد على الاكشن بقى والكاريزما بس، مش على المشاعر والعمق في الاداء وكده. بس لو ركزنا شوية هنلاحظ ان توم كروز قدر يخلق لنفسه نوع مختلف تماما عن اي ممثل تاني. هو مش بس ممثل اكشن، هو بقى علامة حرفيا في السينما، بيعرف يختار افلام تخلي الجمهور مستمتع جدا جدا، وبيشتغل على تفاصيل كتير جدا وخطيرة فشخ، يعني زي انه بيعمل مشاهد المخاطرات بنفسه حرفيا، بينزل من الطيارة بقى والحاجات العجيبة دي كلها. يعني حتى لو هو مش احسن ممثل من الناحية الفنية وكده، كان هو قادر يعوض ده بطريقته المختلفة. بس توم كروز عمل افلام برضه جامدة جدا فيها تمثيل جامد جدا، يعني هو مش مالتي يعني يا جدعان في التمثيل. عمل مثلا ماجنوليا وبرضه فيلم كولاترال، مش عارف انطق اسمه الصراحة يعني. جوني ديب بيعتبر من اكتر الممثلين المميزين جدا جدا في هوليوود. هو وسيم كده كده يعني، لكن الغريب انه عمره ما استخدم وسامته كوسيله لجذب الجمهور، يعني بالعكس تماما، دايما كان بيهرب من ادوار الشخص الجميل جدا اللي موقع كل بنات المنطقه، وبيختار ادوار غريبه جدا ومش متوقعه خالص، من ادوارد سيزر هاندز مثلا لبايرتس اوف ذا كاريبيان لحد سويني تود. جوني ديب دايما بيحاول يغير شكله بالكامل، وكانه بيقول مش عايز الناس تفتكرني بسبب شكلي بس، عايز الناس يفتكروني بسبب الشخصيات اللي بقدمها الفجره جدا جدا دي. وده اللي خلى الناس تحترمه مش كمجرد نجم وسيم بس، لكن كممثل عنده قدره على التحول الكامل حرفيا في كل دور. وفي نفس الوقت وسامته ساعدته تكون عنده كاريزما مختلفه تماما، مش تقليديه مش مثاليه لكن مميزه جدا جدا. يعني توم كروز مثلا يا جدعان، يعني مفيش اي ممثل يعرف يعمل اللي توم كروز بيعمله، بالمخاطر بقى من الحاجات دي كلها، الكاريزما اللي عنده قدام الكاميرا والحاجات دي كلها. جوني ديب نفس الكلام برضه، مفيش حد هيعرف يعمل اللي جوني ديب بيعمله خالص، انه يخبي وشه ويحط مكياج وحاجات كتير وادوار مختلفه جدا زي شخصيه جاك سبارو دي يعني. وحتى براد بيت يا جدعان، شخصيه تايلر ديردن دي مثلا بجسمه الفاجر ده بالحاجات اللي هو بيعملها الغريبه. وكمان رايان جوسلينج مثلا في فيلم درايف مثلا تقريبا ما بيتكلمش، مش عارف حد ممكن يقدر يعمل كده ولا لا، ما بيتكلمش يعني. حتى هنري كافيل برضه ما فيش حد يعرف يعمل سوبرمان زي هنري كافيل في حياته خالص. احنا شفنا الولد ده عمله ازاي، يعني الواد كان ملط مفيش في الاخر. يعني الوسامه عمرها ما كانت عيب خالص، لكنها كمان مش كفايه لوحدها. الشكل ممكن يلفت الانتباه كده كده يعني، لكن اللي يخلي الجمهور يفضل فاكر الممثل هو احساسه الحقيقي بالدور، قد ايه بيقدر يخليك تصدق الشخصيه اللي بيقدمها. في هوليوود الشكل ممكن يفتح الباب كده كده لاي ممثل، لكن اللي يخليك تفضل كممثل لمدى طويل جدا جدا هو الموهبه اللي عندك، واللي بيقدر يجمع بين الاثنين زي براد بيت مثلا او راين جوسلينج هو اللي فعلا يستحق لقب الفاجر القادر. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب والحاجات دي، وبس كده.